بص، هو الواحد حاسس اللي هو كبر فجأة كده، وكل الأسئلة اللي عمالة تجيلي أصلا عن الحمل وعن شنطة الولادة وعن كل الكلام ده. بصوا، أنا كان في كام فيديو كده كنت مصوراه، هحاول أنزله لكم. والفترة الجاية تعالى والفترة الجاية هحاول أنزل لكم حاجات كتير. بس عايزة أقولك أكتر حاجة سكنت معايا في الألم كان برشام، متهيألي اسمه بروفين، وكان فيه مضاد حيوي، وكان فيه البوس ومش عارفه ايه تاني كده. فكنت باخد التلاته مع بعض، فكانوا بيسكنوا الالم شويه، بس برضو ما كنتش بقدر اقف اصلا ولا افرد ظهري لحد دلوقتي يعني شويه. ف لا يعني خير. بصي، هي فتره وهتعدي وهتنسي يعني انا مش فاكره الوجع اللي فات اصلا، ولا فاكره الايام اللي فاتت ايه اللي حصل فيها، بتعدي بسرعه جدا. فما تخافيش، اقري قرآن بس وانت داخله اوضه العمليات، وادعي كتير، وافتكري حبايبك كلهم في دعوه وانت داخله اوضه العمليات بس. انا ملاحظه اصلا ان كله عمال يقول لي كده، يعني من يوم ما ولدت وانا كل الناس بتقول لي كده، فممكن عشان خسيت. قول لهم انت بتحبني قد ايه؟ بتحبني قد ايه؟ عادي. لا، بتحبيني قد البحر ولا قد الدنيا؟ قد الدنيا. طب هبوسه لنونو، يلا هبوسه. بصوا شبهي صح؟ الناس المره اللي فاتت قعدت تقولي اللي انت شبهي، قول لهم بقى اللي انت هتتجوز مين. هتتجوز مين؟ مين اللي بره هتتجوزها؟ ماما. هتتجوز ماما ازاي؟ لا، احنا قلنا انت هتتجوز مين. حمزه هيتجوز مين؟ لولي. ايوه، مش انت هتتجوز لولي؟ هو هيتجوز لولي. سوري. اديهم بوسه يلا. هو حد سحب نفسه من حياتك، فانت كمان تنسحبي. يعني هو مش احسن منك ايا كان الشخص مين، صح ولا لا يا حنبوزه؟ فانا شايفه انك انت كمان لازم تعملي كده. وانت تقولي هل ينفع اخليه على الواتس ولا اشيله؟ لا اشيليه، حد مش موجود في حياتك ليه نخليه؟ هو اللي بعنا خسر دلعنا عادي يعني. النهارده بقى قلت اطلع اتكلم معاكم تاني، بما ان انتوا بقيتوا تحبوا اللي احنا نتكلم سوا، عشان دي الحاجه اللي بتوصلنا ببعض. طيب، انا عايزه اقول لكم فتشوا في الناس اللي حواليكوا، ودايما شوفوا مين الشخص الداعم اللي في حياتكم. مين الشخص اللي كل ما يشوفك وانت مرهقه وانت تعبانه يقولك ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايا كان الكلام ده من ولد او من بنت او من اختك، اخوكي، باباكي، مامتك، اي حد. دوروا دايما على الناس اللي بتديكوا طاقه ايجابيه. لو في حد بيديكوا طاقه سلبيه دايما ابعدوا عنه، ما تخلوش في الروتين بتاعكم خالص، لان اكتر حاجه بتوصل من بني ادم لبني ادم هي الطاقه السلبيه. طيب، طبيعي ان يبقى في حياتنا في فترات احنا بنتاثر فيها، فبنبقى في طاقه سلبيه جوانا، فده طبيعي نستحمل بعض، لكن مش الدايم ان نبقى طاقة سلبية على طول، لا لازم الايجابي. طيب، تاني نقطة عايزة اتكلم معاكم فيها، وهي ايه بقى؟ ايه هقول لكم؟ بلاش دايما نعيش شخصية غير شخصيتنا. بلاش دايما نعمل اللي احنا ملايكة، لان كلنا بنغلط. يعني انا عارفة عيوبي، فده ميزة انك تعرف عيوبك. دايما حاولوا تعرف عيوبك عشان تحاول تصلحها، لان لو معرفتش عيوبك وما اعترفتش بيها مش هتصلحها، وهتبقى مش محبوب وسط الناس او مش مرغوب فيك، او دايما الناس شايفة اللي انت فيك العيب ده، فهتحاول تبعد عنك. فدايما صلحوا عيوبكم بنفسكم قبل ما حد يصلحها منكم، او قبل ما حد اصلا يقولكوا انت فيك كذا وكذا وكذا. انت تبقى عارف عيوب نفسك الاول عشان تصلحها زي ما قلت لكم. طيب، بلاش نعيش شخصية بقى غير شخصيتنا. زي ايه؟ طول الوقت ادعي المثالية. مفيش بني ادم كده، مفيش بجد. اللي احنا دايما الكلام اللي انا بقوله ده بقوله لنفسي قبل ما بقوله اصلا ليكو. يعني احنا بنفضفض بس سوا كده، بما ان انتوا بتقعدوا تقولوا لي يا نور احنا بنحب نتكلم معاكي، بنحب نسمع منك، فانا قررت ان انا دايما اقعد اتكلم معاكو في اي وقت انا فاضيه فيه. دايما امسك الموبايل، اكتر حاجه بتوصلني بيكو هي الستوري، فاطلع اتكلم معاكم. فخلينا نوصل بقى للموضوع اللي انا بكلمكم فيه، اللي هو الشخص اللي دايما بيقول انا مفيش مني،
انا مثلا ابقى شخص حقودي جدا، محبش الخير للناس، اقعد اقول انا بحب الخير والله لكل الناس، ربنا يوفق الجميع، وانا اول ما اشوف حد بينجح هو انا ليه مش زيها، هو انا ليه؟ لا، ما نعيش شخصية غير شخصيتنا، دايما نحاول نعيش. انتي نور، عيشي بشخصيتك انتي، بعيوبك بمميزاتك بنور، مش بشخصية حد تاني. فدايما خلي بالنا من تصرفاتنا، ومش عيب ابدا ابدا نجيب الشخص القريب لينا ايا كان، باباكي، مامتك، اختك، اخوكي، حبيبك، جوزك، صاحبك، صاحبتك، ونسألها هو انا ايه العيب اللي فيا، هو ايه الحاجة اللي انت مش بتحبها فيا، وساعتها نصلحها، وساعتها هتبقى ميزة بجد مش عيب. دي حاجة. بلاش نعيش شخصية غير شخصيتنا، عشان ساعتها لو انت اذي حد في حياتك او انت اذي حد في حياتك ويشوفك اللي انت بتدعي المثالية، هيقول قد ايه انت بني ادم مريض، قد ايه انت بني ادم ناقص، قد ايه انت بني ادم مش سوي نفسيا. ف دايما لما نعوز نقول على نفسنا احنا حلوين، نبقى متأكدين ان احنا حلوين 100%، بس هو مفيش بني ادم حلو 100%. بلاش نعمل مقارنة بين شخصين، ارجوكوا ارجوكوا، عشان دي اكتر حاجة وحشة وصعبة في الدنيا، وبتخلي الاتنين يكرهوا بعض. فبس